هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هشارك معاكم وصفة الكبدة والقوانص. في ناس كتير قوي بتعملها، بتبقى القوانص مش مستوية او مثلا ناشفة، والكبدة مهرية خالص. فانا الطريقة دي هوريكم ازاي تخلوا القوانص بنفس سوى الكبدة، وبرضو طريقة كويسة وبتعمل كمية كبيرة. مثلا لو هتجيبي كيلو او نص كيلو، فهتعمل كمية كبيرة معاكي، وهتستغربي من الكمية اللي هتزيد معاكي ايه في بس حاجات قليلة هتضيفيها. وبرضه هتبقى حاجات مفيدة لأولادك وكده. فأنا الأول كده بدأت إن أنا جبت الطاسة اللي أنا هعمل فيها. هقطع فيها كمية البصل اللي حضرتك عايزاها. عايزة بصلة 2 3 براحتك. في ناس ما بيحبوش البصل بيحطوا توم، برضو دي حاجة ترجع لكم. بس احنا بنعملها بالبصل عشان البصل بيزود الكمية. فلو لو انتوا أسرة كبيرة، مثلا 6 أفراد 4 أفراد، فزودي بالبصل. بس فانا كده قطعتها مربعات صغيرة، وهشوحها بقى على قد ما اقدر لغاية اما لونها يبقى مايل للبني كده شوية. وطبعا لازم احط البصل الملح عشان ينزل المية اللي فيه ويصفر معايا بسرعة. بس انا كده هشوح البصل وهظبطه بقى وهسيبه لغاية اما يدبل معايا وياخد لون. بس هوريكم برضو اللي انا هعمله جنب الكبدة والقوانص. انت ممكن تعملي رز بالخلطة، ممكن تعملي رز بشعرية، ممكن تاكليها كده سندوتشات بالعيش. بس انا هعمل جنبها مكرونة محمرة. وانا كده بحط الزيت في الحلة. عادي بقى الكمية اللي انت عايزاها، عايزة زيت وسمنة براحتك. انا ساعات بعملها وبعمل جنبها رز بالخلطة، بس انا المرة دي عملت مكرونة عشان عيالي هم اللي طالبين. هحمر معاكم برضو المكرونة. الكمية اللي انت عايزاها طبعا دي حاجة ترجع لكم، بس انا بشارككم يعني الوجبة كاملة. وبرضو كنت هعمل جنبها طبق سلطة، بس انا ما لحقتش اصوره. بس فجبت بقى، كنت شارية نص كيلو. انا بقى بزود المية بعد ما بحمر المكرونة. فبتبقى النص كيلو ده بيبقى كتير، يعني بيرمي معايا كتير. وبرضو هناكل جنبها عيش برضو. آه بس فانا هحمر المكرونه، خليها تاخد معايا لون. وبعد كده هطشها عادي بالميه، وهحط لها بقى التوابل والملح بتاعها وكده. بس هنيجي بقى كده للبصل. البصله دبلت معايا خالص وخدت لون زي ما انا قلت لكم. بعد ما البصله تدبل معايا كده، هكون انا بقى على جنب فاصله الكبده عن القوانص. هقطع القوانص لوحدها والكبده لوحدها. دي القوانص غسلاها ومنضفاها وعصر عليها ليمون وحط عليها شويه ملح صغيرين كده على جنب. بس هخليها بقى تتشوح مع البصل لوحدها. الاول هي مع البصل تمام. هسيبها بقى هما الاتنين مع بعض قد مثلا ربع ساعة 10 دقايق كده، لغاية اما خلاص هتخش في السوا معايا. هقوم بقى هضيف عليها الباقي. بس هي دي التركة اللي المفروض انت تعمليها. المفروض تفصلي الكبدة عن القوانص، علشان القوانص تاخد سواها لوحدها، وبعد كده تكملي بالكبدة، لان الكبدة اصلا ما بتاخدش سوا على النار. طبعا هحط لها فلفل اسود وكمون عشان خاطر الزفارة بتاعت القوانص برضو. يعني مهما تغسلي برضو هي سبحان الله يعني لازم تحط لها توابل بتاعتها. برضو عندك توابل، عندك سبع بهارات براحتك. التوابل اللي بتفضليها حطيها للاكل. بس انا كده بقى بعد ما خلصت المكرونه اتحمرت معايا. هخلص بقى خالص، وبعد كده هطشها بالميه. عندك شوربه، عندك اي حاجه براحتك. بس انا بحب اعملها خفيفه كده بالميه عشان في الشوربه بتبقى تقيله. كده بقى بعد ما القوانص خدت تقريبا ربع ساعه على النار، بصوا بقى منظرها تحس ان هي خلاص بالظبط قدام 10 دقايق تاني وتستوي تماما. وحلوه هي معايا، مش ناشفه يعني. دي بقى الكبده برضو غسلاها ومنضفاها زي القوانص بالظبط، بس انا فاصله الكبده عن القوانص، دي في طبق ودي في طبق. وبرضو عصر عليها نص ليمونه وحط عليها شويه ملح وسايباها على جنب. بس بقى كده نزلت بالكبده. برضو هحط لها برضو بهارات، وهحط لها التوابل بتاعتها. انا طبعا البهارات اللي حطيتها دي سبع توابل، 7 بهارات جايباها من عند العلاف. طبعا الحاجه اللي انا حطها على القوانص مش هحطها على الكبده. انت بقى لو انت مثلا تحطي كميه معينه بتحطي نص الكميه هنا ونص الكميه هنا. بس برضو خدي بالك عشان الاكل ايه ما يكونش فيه زياده توابل معاكي، او مثلا يبقى فيه شطه زياده او فيه ملح زياده. المفروض تاخدي بالك انت بتحطي ايه.
بس بقى هفضل بقى ايه اقلب كده تقلبتين بس عشان خاطر الكبده ما تتهريش معايا. وبعد كده هسيبها على النار لحد ما يعني ايه تشد معايا شويه كده ان هي خلاص هتخش في السوا. وبعد كده بقى هبدا ازود احط برضو حاجات هتزودها في الخضروات. برضو اللي عندك حطيه، عندك مثلا طماطم، عندك فلفل زي ما انا عندي كده. انا حطيت بقى الفلفل معاها ليه؟ علشان يعني قبل ما اطفي عليها يكون الفلفل دبل خالص معايا ما يكونش بيقرمش. وهسيبهم بقى مع بعض كده ياخدوا يدوا مع بعض. اول ما يخشوا في السوا خالص هزود برضو باقي الخضار. على فكره في يعني في ناس بتحط جزر مبشور وفي يعني براحتك اللي انت بتفضليه حطيه. في ناس برضو بتكتفي بالبصل والفلفل. ليه انا حطيت الفلفل في المرحله دي؟ عشان ما يتبلش نهائي ويتعدم خالص يعني. هو يا دوبك لما الكبده تستوي هيبقى الفلفل معايا هو بص يعني صاحي ولونه باين في كده الكبده استوت على فكره. يعني اللي حابب يوصل للمرحله دي وخلاص كده تمام بيقفل بقى على كده. ممكن مثلا تعصري نص ليمونه وتقفلي النار. انا بقى هكمل واحط طماطم طبعا مقشراها ومقطعاها برضو شرايح كده، وبرضو شايله منها الميه. تمام. هسيب بقى لغايه ما الطماطم تدبل معايا بقى كده هطفي عليها. بس كده هي دي الاكله بتاعت النهارده. طبعا حبيت احط لكم افكار علشان الاولاد ما بياكلوش الخضروات ومش بيحبوا ياكلوها كده في السلطه او كده. يعني انا عندي عيال بيغلبوني ما بيرضوش ياكلوا السلطه نهائي. فلما بحطها مع الاكل كده اولا بتزود الوجبه يعني، وبعدين بتضيف الخضروات بتضيف طبعا الفوائد للاطفال. فاللي حابب يعمل اللي انا بعمله ده تمام، اللي مش حابب يعملها بالبصل فقط برضو براحته. انا بس بوصل لكم فكره ان القوانص ان انا لما اسويها لوحدها هيبقى سواها مظبوط مع الكبده، دي مش هتبقى مهريه ودي مش هتبقى مش مستويه. بس دي المكرونه كده بعد ما حطيت لها الميه والتوابل بتاعتها والملح. انا بحب ازود لها الميه قوي كده بحيث ان لما اطفي على النار بتحسوا ان هي عامله زي الشوربه يعني، بتبقى بزياده بقى. بس انا كده خلصت. وكده بعد ما غرفت لاولادي طبعا بحب كل واحد بيحب ياكل في طبق لوحده عشان يلغوص براحته. لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك للفيديو، واشتركوا بقناتي لو اول مره تشوفوني، وشيروا الفيديو لاصحابكم لو استفدتم. اشوفكم على خير في فيديو جديد واكله جديده مع عائله ام ايات. يلا باي.